في أوقات في حياتنا بنحط قدام مواقف بنسأل إيه هو الصح، يعني إيه اللي المفروض أعمله، وهل اللي المفروض أعمله ده هو أحسن سيناريو أنا ممكن أعمله ولا لأ. طب هل أنا أختار الطريق ده ولا أختار الطريق التاني؟ طب هل أختار الكارير ده أو الشخص ده، أو أختار إن الموقف ده المفروض أعمله؟ طب أنا إمتى المفروض أتكلم، إمتى المفروض أسكت؟ فهو إيه اللي بيحدد إن اللي إحنا بنعمله ده صح أو غلط؟ وهل إن إحنا هنتخذ من ناس أخرى أو من شخصيات تانية إن هم عملوا نفس اللي اتعمل في الموقف ده هو ده الصح برضه اللي هو اتعمل له؟ وهل الصح اللي هو عمله مناسب مع الصح بتاعي ولا لأ؟ فتعالى نمهد الدنيا دي بشكل ملخص، وهو إن إحنا في الحياة دي بنتحط قدام اختيارات وقرارات كتير في حياتنا، سواء في شغلنا، في علاقاتنا، في اختيارات إحنا بنعملها، حتى في اختيارات أبسط اليوم، إن هو هشرب إيه، هاكل إيه، هلبس إيه النهاردة، هروح الشغل مش هروح، طب أنا هعمل إيه، هخرج فين، إيه اللي بيبسطني وإيه اللي بيسعدني. فكل دي اختيارات إحنا بنحط قدامها. فهل الصح بقى إن أنا أمشي ورا الناس في اللي هي اختارته وكده، ولا الصح إن أنا أفضل أجرب وإن أنا أشوف الاختيارات المناسبة ليا هي إيه؟ وبكل بساطة أنا شايف إن هو مفيش حاجة صح، يعني مفيش حاجة اسمها صح مطلق اللي هو أنا لما أعمل ده يبقى هو ده أحسن حاجة أنا عملتها. لأ بالعكس خالص، مفيش صح مطلق. ليه؟ لأن أنت لما بتختار إنك تعمل حاجة فأنت بالتالي لغيت حاجات تانية كانت ممكن تحصل. بمثلا أنت مثلا قررت إن أنت تخرج النهاردة تروح السينما، فأنت كنت ممكن تروح تلعب حجز كورة، ممكن تقعد في البيت تتفرج، ممكن تخرج مع أصحابك، ممكن تنزل تتمشى، ممكن مليون احتمال ممكن يحصل. ممكن تركب أتوبيس رايح أي بلد أو أي محافظة وتروح وتخرج هناك وتنبسط عادي. بس مين اللي فرض عليك أو مين اللي قالك إن أنت اختيارك مثلا للسينما ده كان أحسن اختيار؟ هو محدش فرض عليك، محدش قالك. هو ممكن تكون شفت ريفيو عن فيلم فرحت تتفرج عليه. هي دي الفكرة، إن هو مش ده الصح المطلق. نفس المبدأ في الشغلانة، يعني هل هندسة وطب هي الكارير الوحيد؟ مش شرط. يعني وهو أنت شايفها بناء على إيه؟ مو بناء على الفلوس؟ طب مش شرط، في مليون بيزنس بيجيب ملايين الفلوس ودخل أكبر بكتير من المهندس والطبيب. هل شايف إن هو بناء على البرستيج وإن هو القيمة والقامة وكده؟ يعني أي حد معاه فلوس معاه قيمة، يعني مش شرط إن أي حد معاه فلوس معاه قيمة، في ناس كتير معاها فلوس معاهاش قيمة بس ماشي. بس لأ، يعني أنت لو عندك business وشخص ناجح فأنت ليك قيمة وقامة وأنت اللي بتفرضها، يعني هي مبتفرضش عليك. فمفيش حاجة اسمها عشان ده مهندس أو ده شخصية شغال كذا يبقى هو ده لازم نحترمه أو كده، لأ. الاحترام أنت اللي بتفرضه على اللي حواليك أكتر من إن هو أنت بتكتسبه. فدي برضه نفس الفكرة. فهل الكارير ده أنت اللي بتختاره ولا أنت اتفرض عليك، أو إن أنت شايف الناس ده بتعمله صح؟ فدي اختيارات كتير احنا بنحط عليها في حياتنا، اللي هو هل اختار الباص بتاع الكلية او المسار ان انا امشي في الكلية ده، ولا المسار ان انا بحب حاجة اعملها، تصوير، كتابة، غنى، اخراج، افضل اتعلم فيها واكمل فيها. فده اختيار وده اختيار. يعني مثلا انور السادات الرئيس الراحل، مين يعرف ان هو كان بيحب التمثيل جدا وقدم ان هو يتعمل ان هو يقدم في كاستات كتير عشان يصور واترفض. فتخيل كده الوهلة إن الراحل أنور السادات ما كان اتقبل في التمثيل، ما دخلش الجيش أو ما دخلش السكة دي كلها. متخيل الحياة كانت هتبقى عاملة إزاي؟ حرب 6 أكتوبر دي كانت هتبقى عاملة إزاي؟ مين كان هيبقى رئيس مصر وقتها؟ متخيل إن كان في أفلام هتبقى للفنان والممثل أنور السادات، اللي هو أنت متخيل إن هو كان ده ممكن يحصل لولا إن هو اختار إن هو المسار ده، أو إن هو مل من المسار بتاع الكاستات والتصوير وإلى آخره. فالحياة غريبة جدًا لمّا تيجي تفكّر فيها، إن هو يعني هل هو ده الصح اللي هو اختاره والّا هو ده الغلط؟ فبرضه بنرجع لنفس دايرة السؤال، إن ما فيش صح مطلق، لإن الصح هو اللي إحنا بنحاول نرضى بيه. بمعنى أنا النهارده اخترت إن أنا هاعمل كذا واخترت إن أنا هامشي في المسار ده، فطول ما أنا راضي عن المسار ده ومبسوط بيه وفرحان بيه، فده بالنسبة ليّا أنا صح. لكن أنا يوم لمّا أحس إن هو مثلًا ده غلط أو إن دي حاجة وحشة، فحاسس إن ده غلط. هنا هي دي الفكرة، إن هو إحنا حياتنا كلّها بنختار اختيارات كتيرة، وساعات بنشوف إن هي صح وغلط بناءً على المرجع أو النفسية بتاعتنا اتجاه القرار ده. هل إن إحنا كنا مبسوطين وإحنا بنعمله، أو إن هو نهايته كانت نهاية سعيدة وانبسطنا بيه، والّا نهايته كانت نهاية حزينة أو إن إحنا اتضايقنا واتخانقنا وإن الموضوع ما كانش أبسط حاجة، سواء دخّلنا ناس في حياتنا كنا مبسوطين بمعرفتهم أو أذونا وسابوا فينا علامات وبصمات إحنا مش عارفين نتخطاها أو ننساها. فهي دي الحياة، هي عبارة عن تجارب،
والتجارب بتاعتك مش شرط إن هي تبقى شبيهة لشخص تاني، إن أنت تتخذ المسار بتاعه أو الاختيار اللي هو اختاره. يعني مثلا في مقولة بتقولك يعني حب اللي تحبك وسيب اللي أنت بتحبها. طب أنت مين اللي قالك إن الصح ده الصح؟ طب ما هو افرض في واحدة هي بتحبك بس أنت متحبهاش، أنت مش عايز تعيش معاها، مش عارف تتأقلم معاها، أو أنتوا الاتنين مش شبه بعض. فهل ده بالتالي مسار إن هو ده لازم نمشي كلنا على القول ده المثل ده؟ ومين قالك إن اللي أنت بتحبها دي مش شرط إنها تحبك، ممكن تحبك في يوم من الأيام. ده مثلا مثال. يعني في أمثلة كتير الواحد بتيجي في دماغه بس مش مستحضر الحاجة دلوقتي يعني. بس قيس على كده حاجات كتيرة جدا. ومين قال مثلا إن أنت عشان تعبان عندك مثلا سخونية وعندك برد إن هو ممكن يكون برد، أو ممكن يكون مرض تاني. ما هو يعني كان نفس الكورونا، كان نفس أعراض البرد. بس مين قال إن ده بقى مرض متحور ومرض كبير جدا يؤدي إلى حاجات تانية، وإن ده مرض عادي بسيط ممكن تاخد، يعني تشرب حاجة دافية وتاخد حباية أي بنادول أي حاجة وتتغطى وتنام وخلاص أنت كده تصحى تبقى زي الفل. فاهم اللي أنا بتكلم فيه؟ فهي دي الفكرة، إن هو مفيش حاجة تليد أو إن أنت تخليك إن أنت ماشي مع المسار ده، أو إن أنت عايز تمشي في الحتة دي إن هو ده الصح. ولازم تبقى مدرك ده. لأن أنت ممكن تسمع النهاردة، يعني أنت يبقى عندك مشكلة في حياتك أو محتار في المسار بتاع حياتك، أو محتار في حياتك، تروح تقعد مع حد أكبر منك يقول لك بص يا ابني أنا عملت واحد اتنين تلاتة وهو ده كان الصح. تيجي تشوف إن الواحد اتنين تلاتة مقارنة إن أنت ممكن تعمل زيه، لأ هو ده مش صح، مش مناسب لحياتك أصلا، مع إنك رايح تقتدي بيه وإن هو شخص ناجح أو شخص شاطر أو هكذا. فلأ مش ده نفس الفكرة. الفكرة كلها إن الواحد بيختار الحاجة الأنسب ليه دلوقتي. يعني الحاجة، في ناس بقى بتختار الأسهل وفي ناس بتختار الأصعب. ومش شرط إن السهل يبقى هو الغلط والصعب يبقى هو الصح. ممكن ساعات إحنا بنلف ونحور على نفسنا من باب إن أنا باصعبها على نفسي. يعني أكبر مثال إن إحنا بنغلط في المسائل السهلة في الامتحان. ليه؟ لأن عقلنا متبرمج من جوه اللي هو أكيد مش بالبساطة دي، يعني أكيد في تحويرة، أكيد في حاجة بقى المصحح فاهم من كوكب آخر كاتب لي حاجة عشان يضحك عليا. لأ يعني الكون مش عايز يضحك عليك، أنت مش في مؤامرة كونية، الكون مش متفق عليك إن هو يصعب لك حياتك. لأ عادي، ممكن تبقى الحياة بسيطة، ممكن يبقى الاختيار الصحيح بسيط، ممكن تبقى الدنيا سهلة عادي جدًا. بس الفكرة هل أنت راضي عن الاختيار ده والّا لأ؟ هل أنت شايف إن ده الأنسب ليك والأنسب لحياتك والأنسب للتصرُّف دلوقتي، وإن أنت بعد مثلًا 3، 4، 5 أيام مش هاقول لك بعد سنين، هتبقى متأقلم مع القرار اللي أنت خدته وراضي عنه؟ هي دي الفكرة. ودايمًا باستغرب من الناس اللي هو ما بترجعش للدين، اللي هو يعني لمّا ييجي حد يتكلم مثلًا أو نيجي ناخد نقاش أو حاجة عن الأخلاق أو الأدب أو عن الحاجات دي أو الحياة عمومًا، مثلًا يقول لك لأ بعيد عن الدين. طب ما يعني بعيد عن الدين هاناقشك بقوانين الفيفا، يعني هادّيك طرد، ما يعني مش منطق، اعقلها يعني فاهم؟ لأ إحنا برضه مرتبطين دينيًا. ودي حاجة خلّتني أفكّر إن سبحان الله الإنسان رغم يعني الحضارات اللي كوّنها والحاجات كلّها من زمان، إلا إن هو مرتبط بإله. فكرة إن في قوة أكبر منّك وأعظم منّك بتتحكّم في الحياة. الفراعنة كانوا حاطين آلهة، الإغريق عاملين آلهة. كل حضارة كانت عظيمة أو حضارة وصلت لحاجة كان ليها سُلطة أكبر منها بتتحكّم فيهم، أو إن هم حاطين إن في إله بيتحكّم فينا. رغم بقى تشكُّل الآلهة دي إن هي كانت عاملة إزاي. في الفراعنة كانوا عاملين آلهة كتير، الإغريق كانوا عاملين بوسايدون، والحضارة بقى الميثولوجية. ففي حاجات كتيرة، يعني هي دي برضه فكرة البني آدم. الإنسان خُلق كده إن هو لازم يبقى عنده حتّة ناقصة كده، إن هي بتكتمل بالدين وبتكتمل إن هو بيرجع لمرجع. فأنت لو عايز تحُط مرجع لحياتك فعلًا، ممكن يبقى هو الدين اللي أنت بتؤمن بيه. وهو بما إنّي مسلم فأنا بآمن بالقرآن. فده المرجع ليّا والأخلاقي ولتربيتي ولديني اللي الواحد بيحاول يتمثّل بيه يعني فاهم. إحنا طبعًا مش كُلّنا، يعني بما إنّي مسلم مش شرط إن أنا باعمل الحاجة كُلّها، بس أنا باحاول وإن باجاهد نَفْسي. وده اللي أنت لازم تحُط لنَفْسك باب قُدّامك كده. مش شرط إن أنت بتعمل حاجة غلط وأنت مسلم أو مسيحي أو حاجة زي كده، إن أنت تبقى فاهم لازم أفضل الحاجة الغلط دي لإن هو ده خلاص ده طبع. لأ مش طبع، ممكن تعدّلها عادي وممكن تتحسّن وتاخُد قرار إن أنت تبطّل أي حاجة بتأذيك أو أي حاجة وِحشة أنت بتعملها ومقابل إن أنت تتحسّن. وهي الحياة اختيار. أنا منين ما باختار إن أنا هاعمل الصح أو إن أنا هاعمل حاجة اللي حاسس إن هي كويسة، هتحس إن حياتك بالذات نفسها بتترتب.
يعني فاهم، هي دي الفكرة. ان انت لو اخترت تعمل حاجة غلط فانت هتلاقي دايما حواليك اصحاب سوء او اصحاب وحشة بيعملوا نفس الحاجة الغلط دي عشان يشجعوك عشان تفضل تكمل فيها. لكن منين ما تقرر ان انت تتحسن هتلاقي حياتك كلها بتتغير، انت ذات نفسك بتبعد عن الناس اللي بتأذيك او الناس اللي بيعملوا الحاجة الغلط دي، لان انت ما بقتش شبههم، بقيت شبه ناس تانية، بقيت حاجة شبه ناس احسن. وهتلاقيك بتختلط بالناس الاحسن دي من باب الصدفة. يعني حتى اللي بيصلي بينزل مثلا جامع هيختلط بشيوخ وهيختلط بناس متدينة تخليه يعتدل في إيمانه. اللي بيعمل أي حاجة كويسة عايز يتمرن عايز ينزل جيم هيختلط بناس في الجيم بتتمرن أكتر فتخليه يتحسن من أداء جسمه ومن أداء الرياضي لنفسه. فهي دي نفس الفكرة. أنت بتختار المكان اللي أنت بتنحط فيه، وأنت بتختار الدايرة اللي حواليك. والدايرة اللي حواليك مهما كانت عاملة ازاي أو مهما أنت كنت شخص قوي وجامد وقد الدنيا، إلا إن الدايرة مؤثرة. يعني 100% لازم الدايرة اللي حواليك تأثر عليك مهما انت كنت بتعمل ايه. حتى لو انت بتعملش نفس الأخطاء اللي هما بيعملوها، بس هما على الأقل بيخلوك تتقبل حاجة انت المفروض ما تتقبلهاش. وهي دي الفكرة، ان من هنا المبادئ واختياراتنا بتتغير على مدار السنين. كل 10 سنين أو كل عقد في حياتك انت بتحس ان انت اتغيرت أو ان انت بقيت حد تاني. بس في الحقيقة لأ، هو أنت اللي حواليك واختياراتك والتجارب بتاعتك هي غيرت معتقداتك. فأنت النهاردة ممكن تبقى شايف اللي أنت بتعمله ده صح، كمان 10 سنين تحس إن ده كانت أكبر حاجة غلط أنت عملتها. وما ترحمش نفسك بقى وتفضل واقف عند الحتة دي. ليه؟ لأن أنت شايف إن أنت من 10 سنين كنت غلطان وعملت أسوأ حاجة في الحياة، مع إن من غير الحاجة الوحشة أو الحاجة السيئة اللي أنت عملتها ما كانش زمانك اتعلمت وعرفت إن ده كان غلط وعرفت إن الصح كان كذا. فأنا من الناس اللي بتآمن إن أنت مش لازم تجلد ذاتك مهما، يعني حاول أنت غلطت حلو، أنت خلاص إحنا متفقين إن أنت غلطت غلطت أهو. خلاص أقف عن الغلط ده وبطل تعمله، وابدأ صلح من نفسك وتصلح. يعني ربنا بيرحم وبيغفر أي ذنب إلا الشرك به طبعا. فهي دي الفكرة، يعني ربنا هيرحمك ويتقبل منك، واللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه وعباده كلهم. فأنت منين ما تتغير وتبقى أحسن، صدقني الناس هتتقبلك تاني لأن الناس بتنسى. احنا اصلا اسمنا انسان، يعني انت انسان من يعني جايه من الونس ومن النسيان. الونس لان الانسان ما بيحبش يعيش لوحده خالص، يعني حتى بيقول لك الجنه لو من غير ناس ما تنداس، لان الانسان ما بيحبش يعيش لوحده. والنسيان ان احنا يعني ربنا كرمنا بنعمه النسيان، احنا بننسى. ان انت دايما هتعيش وتغلط وتنسى وتتعلم وتعمل الصح وهكذا، وتنسى الاخطاء اللي انت عملتها، بس بتبقى فاكر ان انت عملت ده غلط فما بتعملش تاني عشان ما نلفش في حلقه مفرغه يعني. بس يعني فهي دي الفكرة، إن أنا حبيت أكلمكم النهاردة عن الصح ده مش شيء أنت بتعمله أو أنت مش شيء ليه مرجع للناس الآخرين. يعني مش شرط إن فلان ساب مش عارف كلية الطب وبدأ في إن هو يعمل محتوى يبقى هو ده الصح، يعني يبقى إن إحنا كل الأطباء يسيبوا الكلية ويعملوا محتوى. مش شرط إن كل الأطباء يطلعوا في مؤتمرات وفي مراكز وفي حاجات كتيرة. لا مش شرط، عادي ممكن تبقى طبيب وعايش حياة بسيطة بتعالج الناس اللي حواليك ومرتاح عادي. مش لازم تبقى فاهم أشهر واحد في الدنيا، مش لازم يبقى في مثلا كلنا أثرياء وأغنياء وكلنا رجال أعمال. لا عادي، في منا الموظفين وفي من رجال أعمال وفي الناس اللي ليها نصيب في الفقر. لأن أنا كنت دورت برضه وسمعت إن في ناس ليها نصيب في الفقر لسبب بسيط جدا، إن هو لو اختنى هيفسد أو إن هو مش هيعرف يتحكم في المال. الناس مفكرة إن الغنى ده أو إن الواحد يبقى شخص ثري دي حاجة حلوة. لا مش حاجة حلوة، دي ليها اختبار، ليها اختبار كبير جدا، لأن أنت بتبقى متحكم في مال. فهل أنت تحكمك في المال ده صح؟ فدايما ما تبصش لأن الشخص الغني هو الشخص السعيد وإن الشخص الفقير هو الشخص التعيس، ولا العكس. يعني فاهم، هي ملهاش مثال أو ملهاش ملة أو ملهاش حكمة كده معينة. لا كل واحد بيختار حياته وبيختار سعادته وبيختار حزنه وبيختار هو عايز يبقى ازاي. في مليون سعيد مبسوط غني، في مليون غني سعيد ومبسوط وفرحان بحياته، وفي مليون فقير او ان هم الناس ما عندهمش دخل زي ده مبسوطين وفرحانين بحياتهم. ونفس العكس ده برضه ناس زعلانة وناس متضايقة. فهي ملهاش كتالوج، هي الحياة ملهاش كتالوج إن احنا نمشي عليه. هي ليها إن أنت بترجع للأخلاق أو الحياة اللي أنت بتعمل بيها بتآمن بيها، وبتختار اختياراتك مناسبة لحياتك. أنا في الوقت ده مثلا المفروض أعمل كذا فهقوم أعمله بس. ما تفكرش كتير بقى طب ده فلان عمله وفلان ما عملوش، طب أنا هضيع وقت، طب ما أنت أوريدي بتضيع وقت.
فأنت كسبت إيه والّا خسرت إيه؟ فأنت بتضيّع وقت عن إن أنت تعمل الحاجة اللي أنت المفروض تعملها بناءً في تفكيرك إن أنت لمّا تعملها أنت خلاص ضاع وقتك أصلًا. فهي اللفة ما بتمشيش كده، أنت اكسر اللفة دي وابدأ اعمل وابدأ اتحرّك هتلاقي إن أنت بتوصل لحاجات، حتى لو أنت فعلًا ضيّعت وقتك، بس أنت اسمك ضيّعت وقتك في حاجة أنت عملت بذلت فيها مجهود إن أنت اشتغلت وعرفت إن ده فعلًا هيضيّع وقتك، وأنت أكيد اتعلمت منها حاجة، فلمّا تيجي تعمل حاجة تانية هيبقى معاك خبرة من الحاجة الأولانية وعارف إن الأولانية دي ما كانتش مناسبة ليك، فيوم لمّا تكبر أو يوم لمّا تعيش حياتك عمرك ما هترجع تفكّر بقى أنا يا ريتني ومش يا ريتني، لأ أنا already عملت وalready عرفت إن هي مش مناسبة، عرفت إن هي بتضيّع وقتي. فأنا already خلاص تمام معاها. بس. وفي ختام حلقة النهارده أتمنى إن كل واحد يلاقي الصح بتاعه المناسب ليه، وما يحاولش يلف في دايرة مفرغة من اللي هو الدواير اللي أنت ما بتوصلش منها لحاجة، بس إن هو ابدأ اعمل ما فيش حد مثال ليك، أنت مثال لنفسك، وإن شاء الله توصل للصح الأكمل بالنسبة لك يعني والأحسن ليك. فأتمنى إن هي تكون حلقة مفيدة، وإن أنا لو غلطت في حاجة الناس تصلح لي ببساطة، إن هي مش آخر الدنيا يعني، وكان معاكم فارس الطراز.